السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، يلا في بلادكم منورين. صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما ندخل المطبخ بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه تعالوا بقى يا حبايب قلبي اما ندخل كده نشوف هنعمل ايه في مطبخنا. الحلوة بتاعتنا يا حبايب قلبي، ده كان نص كيلو لبن حليب حطيناه هنا على النار. هنغليه لانه هو لبن فريش مش مبستر، فلازم يتغلي. فرفعناه على النار وهنغليه وهنعمل الحلوة بتاعتنا. ما اللبن بتاعنا يغلي بنجهز معلقتين من النشا. هذه معلقة وناخد معلقة تانية. هذه المعلقة التانية، سامحوني بقى في التصوير يا حبايب قلبي. يبقى دول ايه، معلقتين نشا. هنحط لهم الكوباية اللي انتوا شايفينها دي، نص كوباية مية، وندوبها فيها علشان لما اللبن يغلي ننزل عليه بالنشا والمية دي، نعمل زي ايه، زي المهلبية، زي الكريمة كده. وطبعا ما ننساش السكر، لما اللبن يغلي نحط السكر. انا خلاص وصل لمرحلة الغليان. هنحط بقى ايه، معلقة سكر، حبة سكر مش كتير كده. عايزة تدوبيهم ما تدوبهمش براحتك، بس انا ايه حابة ان انا ايه ادوبهم. وبعد كده هننزل بقى ايه بالنشا. النشا، عارفين النشا اللي احنا عملناها بمية ونقلب بقى على السريع كده عشان ايه، بس كده. انا عايزاها بقى ايه متجانسه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن لو انت عايزه ان انت تخليها يعني مرقه شويه، ممكن نحط لها نزود لها شويه لبن، لكن انا حابه ان انا اعملها كده متجانسه كده. تمام، وهندفع عليها وهنعمل بها الاكله بتاعتنا، الحلوه بتاعتنا. بس كده. اقول لكم يا حبايب قلبي، نحط شويه برضك ايه فانيليا. نحط شويه فانيليا، اي فانيليا عندك. نقلب بقى كده. انت عارفه لو سبتها على النار بتبقى ايه مش غليظه كده، بس انا عايزاها كده لان انا مستعجله. بس كده ريحتها بقى ايه ما شاء الله، والقوام بتاعها ما شاء الله جميل جدا. هو ده القوام اللي انا محتاجاه. نطفي كده النار عليها. رفعتها يا حبايب قلبي من على النار زي ما انتوا شايفين اهو. حطيتها في طبق واسع كده عشان تبرد زي ما انتوا شايفين اهو. ممكن تحطيها في التلاجة وممكن تسيبيها في درجة حرارة المطبخ بتاعك وهي تبرد. لو انت مستعجلة ممكن ترفعيها على رف التلاجة. ان شاء الله هنعمل حاجة ان شاء الله حلويات كده او حلوة. هنعمل ان شاء الله نص كيلو جلاش، ومعانا بعض جوز الهند او البشر زي ما بنقول مكسرات، اللي عندك بقى حطيه، ما عندكيش مفيش مشكلة. وعملنا نص كيلو لبن عليه شوية نشا، وعملنا المهلبية او الكريمة دي. وده سمنة على شوية زيت، وحطينا شوية كربوناتو او بيكنج باودر يا رب عفوا. ليه؟ عشان يدي التوريقة في ما بين الرقات في الجلاش بتاعنا. وتعالوا يا حبايب قلبي نورق بقى الايه الجلاش، صينية الجلاش بتاعتنا. حبايب قلبي هندهن الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو ايه السمنة على الزيت. وبعد كده هنحط بقى الايه الورقات بتاعتنا، هنحطها كده، وما بين كل ورقة وورقة ندهن سمنة. بعتذر يا حبايب قلبي على التصوير، معلش، عشان انتوا عارفين بقى ان انا ايه بصور لوحدي. حطوا بقى ايه اللايكات، ما تنسوش بقى ايه، لان انتوا شايفين انا ببذل مجهود تصوير وكل حاجة بعمل لوحدي. يلا، عشان انتوا شايفين الايام دي متشجعة ايه على دخول المطبخ، عشان ما ارجعش تاني انام في الخط زي ما بيقولوا. كل ما بتحطي ورقة جلاش كده بتدهنيها بسيط كده، ما نكترش، احنا مش ناقصين دهون. هتلاقي دي كده، دي جت كده. في ناس بتقصها، لا ما تقصهاش، تعملها كده لو هي زيادة. تمام، ونرجع نكرر العملية لغاية ما نعمل نص الورق.
شفتي بقى كده انا وصلت لمرحلة النص. حطيت ورقة خرجت نصها، والورقة التانية خرجت نصها زي ما انتوا شايفينهم. بصوا ليه؟ عشان لما احط كده المهلبية او الكريمة بتاعتنا والحشو ما يطلعش. هنحط الحشو بتاعنا ونشوف الطريقة هنعمل ايه. المهلبية بتاعتنا والمكسرات اللي عندك والورقتين اللي انا قلت لكم، واحدة كده قلبناها زي ما انتوا شايفين اهو، والتانية هنقلبها كده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نكرر بقى ايه، نكرر بقى بقية الورق بتاعنا. هنحط سمنة وبعد كده ورق. قلب ده الشكل النهائي بتاعها، وهنقطعها قبل ما ندخلها الفرن. تعالوا بقى نقطعها مع بعض كده. يا حبايب قلبي، طريقة التقطيع انا نفسي ما كنتش بقطع التقطيعات كلها متساوية، فلقيت زوجي انتوا عارفين بقى ان هو يشوفه كده، فبتقطعها كده بصي من النص ومن هنا من النص بالطول وبالعرض، فبتبقى كده عندك ايه 4/4. بتيجي بقى الربع ده بتقطعي بردك كده من النص، ومن هنا بتقطعي بالنص، ومن هنا بتقطعي بردك ايه بالنص، فبتيجي معاكي المربعات كلها متساوية. تمام. تعالوا بقى نقطعها كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. كانت 4/4، دلوقتي كل ربع قطعناه ايه نصين، وبعد كده كل نص هنقطعه بردك ايه بالنص. هنقطع بردك كده. معلش يا جماعة عشان انتوا عارفين ان انا بصور لوحدي. بتيجي بقى التقطيعات كلها متساوية. هنكمل التقطيعات كلها. قلبي التقطيعات بتاعتنا خلصت، هنحطها بقى ان شاء الله في الفرن. واوعي تنسي تقطعيها قبل ما تدخلها الفرن، الجلاش بالذات. يا حبايب قلبي طلعنا صينية الجلاش المسكرة زيكم المورقة الجميلة، وقلنا وهنعيد تاني ما تنسيش تحطي بيكنج باودر وانتي بتحطي ما بين الورقات. تعالوا بقى نسقيها كده مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، ميزة صينية الجلاش دي بتبقى ايه اللي انا عاملاها بالمهلبية. ممكن انت تستغنى عن المهلبية وتحط مكسرات بس في حد عندي هنا في البيت يعني بيحبها بالطريقة دي، بالذات الناس اللي هم بيبقوا كبار في السن. واخدين بالكم؟ الميزة بقى ايه؟ انها بتبقى مقرمشة من بره من تحت وكده، من فوق ومن تحت، وبتبقى طرية من الوسط وكده من الحشو. يعني من عند الحشو بتبقى طرية عشان ايه المهلبية او الكريمة اللي احنا حطيناها. انا ما بحبش الصراحة ان انا اكتر السيرب وكده، بس كده عشان انا كمان مش عايزاها تطرى مني قوي كده. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا ما شاء الله مورقه خالص خالص اهو. شفتوا ما شاء الله. لكن لما بتحطي خدوا بالكم التركايه دي بالله عليكم جربوها، وان شاء الله مش مكلفه. يعني نص كيلو الجلاش تقريبا ب15 جنيه، وشوية لبن من البيت على أي حاجة وتحشيها، أي حاجة مسكرة كده وحاجة نظيفة بسمنة بلدي بحبة حاجات بسيطة. أحسن من طبعا الحاجات دي بتبقى غالية جدا بره وما بتبقاش يعني حلوة زي ما احنا بنعملها وكده. إن شاء الله ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.